الحمد لله بسبب المسؤولين عن الكرة في مصر قدروا يعدموا تشجيعنا للكرة خالص في مصر. بقى زمان كنا هي الناس الكبيرة في السن تتابع الدوري المصري وتتكلم عن الفرق وتشجع، اللي يشجع الاهلي يشجع الزمالك يشجع الاسماعيلي يشجع مش عارف ايه، يتكلم يقول لك النهارده الشيكابالا هيلف واحده في البعيده او تريكا النهارده يضرب واحده بوش رجله. ده كان كل الكلام ده في الكوره. وكان الشباب اللي طالع كان برضه بيشجع الاهلي والزمالك والانديه دي مع شويه معلومات للانديه الاوروبيه وخلص الموضوع. حاليا قدرنا احنا نتحول الى ايه؟ ان احنا حافظين بنود اللائحه. ده البلد الوحيده في العالم اللي الجماهير حفظت اللائحه بتاعت الرابطه هو مصر. بقينا حافظين اللائحه. ما بنتكلمش الاهلي النهارده هيلعب الزمالك ولا مين اللي هيلعب اساسي ولا مين اللي هيلعب ولا إيه خطه اللعب. بقينا نتكلم اللي هو إيه؟ انت يا ترى لو ما راحش الماتش البند رقم 7 17 هيقول ايه؟ لو مثلا شرب عصير قبل الماتش وبطنه وجعته البند 3 13 هيقول ايه؟ ايه يا عم؟ ايه حرام عليكم. عدمت الكوره خالص. بقى اللي يتكلم في الكوره دلوقتي يبقى بيتكلم في الكوره المصريه نقول يا عم انت عبيط، يا عم تحرق دمك عليها. هو ازاي اصلا في بلد تبقى انت عارف مين اللي بياخد فيها الدوري ومين ما ينفعش يهبط؟ مع احترامي انك انت لبستها ان بسبب الاسماعيلي مش هبط. طب واسوان؟ ولا احنا عشان صعايده يعني ولا ايه؟ طب ما كان اسوان ما خليتوش ليه، خليته ليه هبط؟ انا دي برضه جماهيري وبلد محافظه زيها زي الاسماعيلي، زيها زي الاهلي، زيها زي الزمالك، بغض النظر عن فرق العدد الجماهيري. يا عم احنا عايزين الانديه الجماهيريه، انا بحب الانديه الجماهيريه.